عسلامة. توحشتكم برشا وبالحق توحشت الفيديوهات، توحشت القناة، توحشت تعليقاتكم، توحشت برشا حاجات في القناة. ورجعت لكم بعد عودة طويلة 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 برشا. ان شاء الله يا ربي هكا نكونوا بالحق ان شاء الله نكونوا خلينا بلاصة باهية وذكرى باهية في ذاكرتكم الكل. حبيت اليوم نرجع لكم فيديو خفيف على الاخر، فيديو ديجا مسجل عنده برشا برشا برشا. هذايا اخر فيديو سجلته وقتها باش نهبطه من بعد اخر فيديو هبط. الحمد لله على كل حال. برشا حاجات تبدلت، برشا حاجات تغيرت يعني في حياتي اليومية، في برشا 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 تغييرات. المهم حبيت نرجع خاطر فما برشا يسألوا عليا، فما برشا يبعثوا لي على الانستغرام، على الباج فيسبوك، على الكونت فيسبوك، على الكل. ريت يبعثوا لي على حتى على التيك توك، على الكل على الكل. الحمد لله راني لاباس في صحة جيدة. أنا وعائلتي الكلنا لاباس علينا الحمد لله والشكر لله. بركة كيما نعرفوا اللي الحياة ساعات تكون معانا، ساعات تكون ضدنا، ساعات تصير الحاجات اللي نحبوها تصير، وساعات ما تصيرش وما نجموش يعني ما نجموش نحكموا اللي ديما باش نوصلوا للي نحبوا عليه وبالطريقة اللي نحبوا عليها. ولا ساعات حاجة ما نعرفش، حاجة مثلا نكونوا طامعين انها باش تصير وامالنا الكل فيها، لكن ربي سبحانه ما يكتبهاش، ومتأكدة اللي ربي سبحانه يكتب حاجة اخرى ما خير. وديما نقولكم الحمد لله والشكر لله على كل حال، وعلى الخايبة قبل الباهية الحمد لله. بالحق برشا اسباب خلتني ما نهبطش فيديوهات، اما مانيش ندخل في حتى تفاصيل والكل. بركة حابين نشارك معاكم الحاجة البسيطة هذه، وبحكم توا الوقت متاع الخوخ والوقت متاع التفاح، فحبيت نشارك معاكم الوصفة هذه اللي ديجا تخليكم تحافظوا على الخوخ والتفاح لمدة عام كامل بطريقة صحية وبطريقة مضمونة، وخير بألف مرة من إنكم تشروها حاضرة، ولا من إنكم هكا مثلا صغيركم ولا الكل في القراية تبدأ تحب تحط له خضرات، تحط له غلة، تحب خاطر ديما نحنا نعرفوا اللي الصغار في اللومج خاصة يلزمهم يكونوا حاجات صحية. فهذه أضمن طريقة إنك تحافظ على الغلة في موسمها وغير موسمها. صدقوني والله هذوما بقيت نستعمل فيهم للي جاء الوقت متاع التفاح الآخر والوقت متاع الخوخ. ديجا ما عملتش كان هذا مرة، عملت كمية كبيرة وقعدت نستعمل فيها، وقعدت أصلا هو والله بنين يعني، كان صغير ولا كبير وباش يحب وباش باش يشيخ عليه على الآخر. به شنو عملت؟ قصيت الخوخ، قصيت التفاح بالطريقة اللي شفتوها، سهل برشا على الآخر. الحكوك يلزمهم يكونوا معقمين، يلزمهم يكونوا نظاف، يلزمهم يكونوا شايحين في الشمس، ما تشيحوهمش انتم. خذيت عبيت الماء، حطيت اول حاجة كل حكة من الحكوك هذم واللي هي تهز كيلو الحكة، حطيت معاها 2 مغارف كبار متاع سكر، خاطر المغارفة اللي حطيتها ذيك راهي تهز 2 مغارف. دونك 2 مغارف كبار متاع سكر، ومغارفة متاع قارص يعني ليمون مرحي معصور يعني. مغرفة كبيرة تكون. استعملت قبل الحقيقة الخل وما عجبنيش طعمته، تبقى في الغلة خايب، اما القارص عجبني برشا 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 في الوصفة هذية. الماء يلزم يكون معبي على الاخر، ما يلزموش يكون فارغ يعني، ما يلزمش يكون الحكة ناقصة. نسكرها، نضغط الحكة بالكدا ونعقمها بالطريقة اللي شاركتها معاكم برشا مرات، اللي هو نحط الماء ونحط منديلة ملوطة ونحط الحكوك متاعي ونخليهم يغلوا لمدة 15 دقيقة هكا، ومن بعد نحيهم ونقلبهم على الغطاء من فوق للي يبردوا تماما، من بعد نحتفظ بهم في اي بلاصة ما هوش في الفريجيدير. وكاو هذه هي الوصفة متاعي لليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله بقدرة ربي باش نعود كل مرة نهبط حاجات خفيفة وفيديوهات خفيفة بالطريقة هذية، مش طويلة برشا وفي نفس الوقت ما تقلقش. تو مبقى كنقولكم في رعاية الله الناس الكل. بسلامة للفيديو الجاي.